الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأفضل الصلاة وأزكى السلام على الهادي الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اقتفى أثره واستنى بسنته إلى يوم الدين. آمين آمين. اللهم زدنا علما وهدى وتوفيقا وسدادا يا ذا الجلال والإكرام. آمين آمين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب فضائل الصحابة، وقال رحمه الله ونفعنا بعلمه وعلم شيخنا في الدارين آمين. آمين. حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب حدثنا حماد حدثنا هشام عن أبيه قال كان الناس يتحرون بهداياهم يوم عائشة. قالت عائشة رضي الله عنها فاجتمع صواحبي إلى أم سلمة فقلنا يا أم سلمة والله إن الناس يتحرون بهداياهم يوم عائشة وإنا نريد الخير كما تريده عائشة، فمري رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأمر الناس أن يهدوا إليه حيث كان أو حيثما دار. قالت فذكرت ذلك أم سلمة للنبي صلى الله عليه وسلم. قالت فأعرض عني، فلما عاد إلي ذكرت له ذاك فأعرض عني، فلما كان في الثالثة ذكرت له فقال يا أم سلمة لا تؤذيني في عائشة فإنه والله ما نزل علي الوحي وأنا في لحاف امرأة منكن غيرها. الله رضي الله عنهن جميعا. نعم. قال الحافظ الشارح ابن حجر رحمه الله تعالى الحديث الثامن حديثها في أن الناس كانوا يتحرون بهداياهم يوم عائشة، وفيه والله ما نزل علي الوحي وأنا في لحاف امرأة منكن غيرها، وقد تقدم الكلام عليه مستوفا في كتاب الهبة. وقوله في أوله حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب كذا للأكثر، ووقع في رواية القابسي وعبدوس عن أبي زيد المروزي عبيد الله بالتصغير والصواب بالتكبير. وقوله في هذه الرواية فقال يا أم سلمة لا تؤذيني في عائشة فإنه والله ما نزل علي الوحي وأنا في لحاف امرأة منكن غيرها. ووقع في الهبة فإن الوحي لم يأتني وأنا في ثوب امرأة إلا عائشة، فقلت أتوب إلى الله تعالى. الله الله. أنت خلاص ارتفع جدالها، يعني خطأها لأنها مو بالمشكلة أول مرة، المشكلة كررتها 3 مرات. فقالت أتوب إليه، مثل ما قال عمر الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد لما غضب النبي صلى الله عليه وسلم وآل من نسائه شهرا، ودخل عمر على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأراد، يعني ما رأى في غرفة الرسول شيء إلا 3 أهب جلود 3، فقال يا رسول الله ادعو الله أن يوسع على أمتك فإن فارس والروم كفار ينعمون بهذه الدنيا. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وكان متكئا فجلس فقال أو تقول هذا يا ابن الخطاب أولئك سيقت لهم طيباتهم في حياتهم الدنيا. ايش قال عمر؟ استغفر لي يا رسول الله. استغفر لماذا؟ أنه قال ادعو الله أن يوسع على أمتك. وهذا ما يغفل عن كثير منا يظنون أن السعادة هي جمع المال. هذا الصحيح، وهو لا مي بالسعادة جمع المال، هذا الصحيح. قال استغفر لي. ولذلك لما قدم أبو عبيدة من البحرين من الأحساء وكثر الصحابة عنده صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر تركوا مساجدهم يريدون فقراء، يريدون أشياء،
فقال قد علمتم بمقدم أبي عبيدة. قالوا أجل يا رسول الله. قال ما الفقر أخشى عليكم، وإنما أخشى أن تبسط الدنيا عليكم فتنافسوا. وهذا الذي حصل. يعني هذا الذي ترى يا أخوان، بعض الفقراء معيشتهم ماشية، معيشتهم أحوالهم لا ديون ولا شيء، قد يكون في شيء من الضيق لكن ماشيين. تجي أنت تعطيه أكثر تقوم تضره، تفتح باب عليه. هذا الواقع. والله سبحانه وتعالى أحكم الحاكم. الله أحكم الحاكم. طيب خلنا نشوف الآن، خلنا نشوف. أنا أشكل علي يعني وجه الغيرة في كون الهدايا. هين كونه ينزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم في لحاف مع عائشة، هذه ما في شك منزلة عظيمة، قدوم جبريل ونزوله. لكن تحري الناس بهداياهم في يوم عائشة، ما السبب؟ ما يمكن يذكر الشيخ؟ ممكن شوفوه أو ارجعوا إلى باب الهبة، لأن قال سبق مستوفا في باب الهبة. خلنا نشوف يعني وجه المفاضلة هنا. نعم. وقوله في هذه الرواية وفي هذا الحديث منقبة عظيمة لعائشة رضي الله عنها. جميل. وش يأتي أكيد. نعم الحمد لله. وقد استدل به على فضل عائشة رضي الله عنها على خديجة رضي الله عنها، وليس ذلك بلازم لأمرين. جميل. أحدهما احتمال أن لا يكون أراد إدخال خديجة في هذا، ممكن. وأن المراد بقوله منكن المخاطبة وهي أم سلمة. وأن المراد بقوله منكن أم سلمة ومن معها. نعم. المخاطبة وهي أم سلمة ومن أرسلها. صح. ومن أرسلها من أزواج النبي. صح. نعم. أو من كان موجودا حينئذ من النساء. ماشي. والاحتمال الثاني على تقدير إرادة الدخول، فلا يلزم من ثبوت خصوصية شيء من الفضائل ثبوت الفضل المطلق. صح. والصحابة كلهم فضلاء ولا لا؟ لكن تميزوا في الفضائل، مثل ما روي أفضلكم زيد وأقضاكم علي وأعلمكم بالحلال والحرام معاذ. ماشي. قد يتفاضل. نعم. كحديث أقرأكم أبي نعم. وأفرضكم زيد. نعم. رضي الله عنهما ونحو ذلك. وإما مع أن الرسول قال في ابن مسعود من أراد أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل فليقرأ على قراءة ابن أم عبد. ما يمنع. نعم. وإما يسأل عنه الحكمة في اختصاص عائشة رضي الله عنها بذلك. جميل. فقيل لمكان أبيها رضي الله عنه. لمكان أبيها. نعم. ماشي. رضي الله تعالى عنه. وأنه لم يكن يفارق النبي صلى الله عليه وسلم في أغلب أحواله. الله. فسرى سره لابنته مع ما كان لها من مزيد حبه صلى الله عليه وسلم. وقيل إنها يعني قد يكون حبها بعد لمحبة أبيها. نعم. ليش لا؟ نعم. وقيل إنها كانت تبالغ في تنظيف ثيابها التي تنام فيها مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا له أثر. وذاك الأعرابية حينما زوجت بنتها وأوصتها بوصايا، من ضمن وصاياها لها 10 وصايا، قالت وعليك بأطيب الطيب الماء وأزين الزينة الكحل. ليش أطيب الطيب؟ حتى لا يشم فيك رائحة عرق ولا كذا. هذا الصحيح. ماشي. هذا مطلب شرعي. نعم. وسيأتي
والعلم عند الله تعالى. وسيأتي مزيد لها في ترجمة خديجة إن شاء الله تعالى. إن شاء الله. قال السبكي الكبير الذي الكبير السبكي نعم. ما شاء الله، في اثنين معناه ما أدري والله. تفضل تفضل. الذي ندين الله. السبكي الكبير هذا القفال الكبير والصغير معروف، وبعد الثاني بعد كبير وصغير في الشافعية، صاحب اللهم صل على محمد، صاحب كتاب الأصول، مشهور مشهور مشهور. نعم. والعراقي وابنه، بس السبكي الكبير. قال السبكي الكبير الذي ندين الله تعالى به أن فاطمة أفضل. ثم ولحظة. أيوة. والإمام قاضي القضاة شيخ الإسلام تاج الدين أبو نصر عبد الوهاب بن تقي الدين. ارفع صوتك. هو تاج الدين. تاج الدين. تاج الدين شيخ الإسلام تاج الدين أبو نصر عبد الوهاب بن تقي الدين بن حسن إلى آخر. السبكي. الشافعي. نعم السبكي. اي عدل. انا شوف رحت في عدل السبكي، هذا اللي انا ادور اسمه، انا اقول يا عدل السبكي. نعم السبكي وابنه. نعم ماشي صح. عدل تاج الدين السبكي. اجل وش راح بالي له انا. نعم. لا تاج السبكي فعلا له كتب في اصول الفقه وكذا. هو صاحب الطبقات. ما ادري عاد هو ولا ابنه صاحب طبقات الشافعية والمنهاج في أصول الفقه. نعم. كان جالس ابنه في دهليز البيت، وطالب وعالم، كان لا أحد التلاميذ يقرأ عليه، فمر عليه كلب أكرمكم الله، فقال الابن للكلب يا كلب. قال له أبوه الشيخ تاج الدين لما قلت له يا كلب؟ قال يا أبوي كلب هو ولا لا؟ قال لكن نغمتك له طرد الله، مو بنت على أنك كلب أنت. يعني شوف كيف. الله المستعان. رحمة الله عليهم، رحمة الله عليهم، وغفر الله لنا ولهم وللجميع. نعم. نغمتك له. ها؟ نغمتك له طرد الله. اي طب ما لا يعني اسلوبك معاه مو بانك تقصد انه كلب تبي تطرده او تهينه او كذا. نعم. كتاب الطبقات للامام تاج الدين. تاج الدين. نعم. اي وهذا منه تاج الدين ولا؟ نعم. ما قال تاج الدين. لا بس والسبكي الكبير ما ذكر مؤلفاته. تاج الدين وش مؤلفاته؟ ذكر منها طبقات الشافعية الكبرى. الطبقات الكبرى ماشي بس. هذا الإبهاج شيخ. والمنهاج في أصول الفقه. شرح المنهاج. ها؟ الإبهاج في شرح المنهاج. طيب ابنه الصغير السبكي الصغير وش مؤلفاته؟ الدرة المضيئة يا شيخ. الدرة المضيئة بعض. الدرة المضيئة في أي شيء؟ الرد على ابن تيمية رحمة الله عليه. نعم. نعمة. يظهر الابن عالم. يا الله. أكيد أكيد. نعم نعم يا شيخ. قال رحم الله مالكا كان يتوجع لما رأى إعراض ابنه عن العلم وكذا، قال ما يعزيني في هذا إلا أن العلم لا يورث. نعم. يا شيخ ارفع صوتك. عند طبقات الشافعية الكبرى وجمع الجوامع في أصول الفقه. جمع الجوامع في أصول الفقه. أي طيب. والأشباه والنظائر. والأشباه والنظائر صح. النعم نعم. ومعيد النعم ومبيد النقم. على كل الكتب كثيرة. والإبهاج في شرح المنهاج. الإبهاج نعم شرح المنهاج. والابن شوفوا الابن
وما لقب الابن، هذا الأب تاج الدين. السبكي الصغير شوفوا من هو. أظن الإمام أحمد رحمة الله عليه كان متكئا، فذكر عنده سعيد بن المسيب فجلس، قال لا ينبغي أن يذكر الصالحون ونحن على هذه الجلسة. يعني إجلال العلم، هذا من باب إجلال العلم، ولا هو بشر وشه. علماء رحمة الله عليهم إذا كان الله يحبهم الملائكة تتواضع لهم. نعم، ولا هم معصومين، ما عصم الصحابة حتى. نعم. قال السبكي الكبير الذي ندين الله تعالى به أن فاطمة أفضل ثم خديجة ثم عائشة، والخلاف شهير، ولكن الحق أحق أن يتبع. أيوة، هذا مربط الفرس في كل شيء. الحق أحق أن يتبع، لكن من الذي يستطيع أن يصل إلى الحق؟ ننتبه، ما ينفتح لكل أحد من قرأ السطرين بدأ يرجح، لا ما يصلح. ولذلك الطلاب ما رجحوا، طلعوا اللي رجحوا كبار العلماء اللي بعد بحثوا، ولا بعض المشايخ ما يبحث على كتاب في المذهب وخلاص، وشيخ وعالم وفاضل. بل بلغني أن أحد أعضاء هيئة كبار العلماء في ما عنده من الكتب إلا الروض المربع. عضو إفتاء، والروض المربع سهل. إذا كان الزاد المستقنع اللي هو شرح الروض يضم 5000 مسألة كما سمعت. كتب عودنا على شهوة الكتب. كتب. نعم. الله المستعان. وإذا مات العالم توهقوا عياله بكتبه. ذيك المصرية ومات رجلها خذت الكتب ورمتهم، هذه حرقتهم، وخذت الدواليب حطتهم في المطبخ. مات اللي ما يعرف الصقر يشوي. نعم. وقال ابن تيمية جهات الفضل بين خديجة. وهذا شوف نقل ابن حجر لابن تيمية، وله ثناء عظيم على ابن تيمية رحمة الله عليه. ومن ثنائه يقول يكفي فخر أن من تلامذته ابن القيم. هذا كلام ابن حجر. ويلقب بشيخ الإسلام، شبه اتفاق على تلقيبه بشيخ الإسلام رحمة الله عليه. ومع ذلك ليس بمعصوم. شيخ الإسلام ابن تيمية ظلمه أعداؤه وبعض أتباعه، فبعض أتباعه رأوه خلاص إذا قالت حذام فصدقوها فإن القول ما قالت حذام، وهذا غلط. ميزانه كميزان غيره من العلماء، هذا الواقع. وأعداؤه أيضا بالغوا في عداوتهم، حتى منهم من وصل إلى درجات، نعم الله المستعان، ورحمة الله عليهم جميعا. نعم. ولكن ينبغي أن يكون العلماء في ميزان واحد، كل يؤخذ من قوله ويرد عليه إلا صاحب القبر صلى الله نعم. عليه وسلم. وقال ابن تيمية جهات الفضل بين خديجة وعائشة رضي الله عنهما متقاربة. الحمد لله. وكأنه رأى التوقف. الله، هذا من عظمة الأدب. الأدب الله. وقال ابن القيم إن أريد بالتفضيل كثرة الثواب عند الله تعالى فذاك أمر لا يطلع عليه. طبعا أمر غيبي، إذا كان أمور الآخرة فالله تعالى أعلم. نعم. فإن عمل القلوب أفضل من عمل الجوارح، ما في شك. وإن أريد الله أكبر. عمل الجوارح يدخله الرياء، وعمل القلوب لا ما يدخله الرياء. ولذلك في قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي عن رب: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. قالوا أن الصوم ما يدخله الرياء.
وما عبد أحد غير الله بالصوم. عبدوا بالسجود، بالركوع، بحلق، حتى بحلق الشعر، حتى بحلق الشعر. كان بعض ظلال الصوفية يحلقون شعورهم أمام شيوخهم، وهو ما يكون هذا نسك في الحجة والعمرة. هذا موجود هذا. نعم. فأعمال القلوب، فالصوم ما عبد أحد غير الله به إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي. وأيضا في الصوم إن الله ادخر أجره، ما ذكره. وقيل بأن الصوم لا يدخله الرياء. ايش رايكم في المرائي بالصوم؟ غبي ولا ذكي؟ غبي. ليش يجوع نفسه؟ الناس ايش دراهم انك صايم الا بكلامك ولا لا؟ امل بطنك وقل انا صايم. ايش تقول يا ابو يوسف؟ يدرون باللي في بطنك؟ وإذاك عندنا مثل شعبي يقولون: مر على عدوك من كسي ولا تمر عليه شبعان. مر على عدوك يعني بهيئة ظاهرة، فهذا تغيير عدوك. أما شبعان وثيابك وسخة ولا متشقة ولا شيء، وش دراه باللي في بطنك؟ وهذا في بيان إغاظة العدو وكسر عينه. مر على عدوك من كسي لا تمر عليه شبعان. نعم. أما الجوع الرسول تعوذ منه، قال: وأعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضجيع. ما تقدر ترقد وانت جايع. الجوع الحقيقي، ما هو بالجوع العيارة بس اللي حديث النفس انك جايع. نعم. من كم من سنة في جامع الخالدية يقولون ان في واحدة وهي تصلي التراويح وقعت، ولما افاقت قالت: والله لي 3 أيام ما اكلت شيء. 3 أيام ما اكلت شيء. موجود. نعم. وإن أريد كثرة العلم فعائشة رضي الله عنها لا محالة. ما في شك. عائشة من كبار المفتين ومن المكثرين في الفتوى، أكثر من أبيها رضي الله تعالى عنهما. نعم. وإن أريد، هذا كله كلام ابن القيم هذا. نعم. إيه، هين إذا أطلق المحقق رحمة الله عليه. نعم. وإن أريد شرف الأصل ففاطمة لا محالة. ما في شك، بنت رسول الله. يعني شوف التحقيق ابن القيم كيف قام يوازن من كل جانب. وهي فضيلة لا يشاركها فيها غير أخواتها. هو صحيح. ولحق شرفها أولادها. وين الشرف اللي لحق أولادها؟ أن الرسول قال: إن ابني هذا سيد. لم إيه، مو مسألة سيد، إن ابني هذا. الشاعر شو يقول؟ يقول: بنونا بنو أبنائنا وبنو بناتنا أباؤهن الرجال الأباعد. والرسول يقول له: إن ابني هذا. طبعا بناته كلهم ما خلفوا أحد، ماتوا صغيرات. اللي ولد أظن رقية مات ولدها صغير، وأمامة بنت زينب نفس الشيء. فما بقي إلا نسل فاطمة في الحسن والحسين. بعد ما أدري أم كلثوم رضي الله عنها أنجبت من عمر ولا لا، ما أدري. زينب. نعم. زينب الكبرى. زينب. زي أمامة بنت زينب اللي امرأة عمرو شو اسمه العاص بن. نعم. زينب بنت علي بن ابي طالب. زينب بنت علي زوجة عبد الله بن جعفر. مي بس زينب بنت علي بن ابي طالب. لمن امها؟ فاطمة. ما اعرف انها جابها زينب. ما اعرف انها جابها. ما اعرف. نعم. جابت حسن والحسين وام كلثوم ومحسن. محسن وقع سقطا بعد الظاهر او مات صغيرا. نعم.
وإن أريد شرف السيادة فقد ثبت النص لفاطمة وحدها. الله، ان ابني هذا سيد. شوف تحقيق ابن القيم رحمة الله عليه. ومن هذا أطلق على أولاد الحسن والحسين سادة أو أشراف. ترى ما هناك فرق، يعني بعضهم يقولون أن السادة هم أولاد الحسن والأشراف أولاد الحسين. ترى هذا مصطلحات متأخرة، ولا كلهم سادة، كلهم سادة. وحتى الشيخ محمد بن إبراهيم المفتي اللي قبل سماحة الشيخ بن باز ذكر الكلام هذا في فتاويه، لأنه يطلق السيد على أبناء فاطمة ويطلق على سيد القوم، يعني مثل ما يسمون عميد الأسرة أو كذا سيد، مثل ما قال الرسول في سعد لما قال قوموا إلى سيدكم. نعم. أليس المقصود سيدة نساء العالمين؟ أليس المقصود سيدة نساء العالمين فاطمة؟ ما أدري، ممكن. أيوة. زينب بنت علي بن أبي طالب الملقبة بزينب الكبرى، ثالثة أولاد فاطمة الزهراء بنت الرسول زين محمد وعلي بن أبي طالب. يعني طيب أنجبت شيء؟ كبرى وهي أخت الشقيقة للسبطين الحسن والحسين. جميل. ونعم. بارك الله فيك. أحسنت. شوف وفاتها. هي تزوجها عبد الله بن جعفر بن أبي طالب. شوف وفاتها، هل أنجبت؟ أو أولاد زينب الكبرى زينب الكبرى قال. شوف من أولاد، هل أنجبت أولاد؟ هل هم عيال جعفر عبد الله وغيره؟ زوجها عبد الله بن جعفر بن أبي طالب، وأولادها عون بن عبد الله بن جعفر، ومحمد بن عبد الله بن جعفر، وعباس بن عبد الله، وعلي بن عبد الله، وأم كلثوم. ما شاء الله ما شاء الله، الحمد لله. نعم. محب الدين الخطيب سوري. محب الدين الخطيب سوري. نعم. أسرة احنا التقينا في أمريكا، كان مترجم معنا من الخطيب سوري. نعم ممكن. حتى ابن حجر عسقلاني، ترى من عسقلان في عند لبنان أظن عسقلان، لكن عاش في مصر، صار قاضي القضاة وراحت عليه. بس بلد الشام عجيب. نعم يا شيخ تفضل. وإن أريد شرف السيادة فقد ثبت النص لفاطمة وحدها. قلت امتازت فاطمة عن أخواتها بأنهن متن في حياة النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم. وأما ما امتازت به عائشة رضي الله عنها من فضل العلم فإن لخديجة ما يقابله، وهي أنها أول من أجاب إلى الإسلام ودعا إليه وأعان على ثبوته بالنفس والمال. وين ثبوته بالنفس والمال؟ يكفي أول ما جاءها من الغار وهو يرتجف، ماذا قالت له؟ قالت والله إن الله لا يخزيك أبدا، فإنك تصل الرحم وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الحق. وأرجو أن مثل هذه الصفات ثبتت لآل سعود. شوفوا الآن عمليات الأطفال الساميين والإعانة في الكوارث، سواء كان مع البلدان الصديقة أو العدوة. ترى يا أخوان مثل هذه الأشياء أمرها عند الله عظيم، أمرها عند الله عظيم. يعني مد يد العون للكل، والله لا يخزيك الله أبدا. هل نزل القرآن بهذا الكلام؟ هذا كلامه، لكن هذا عرف عند الناس. ليش؟ إنك لا تصل الرحم وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الحق وتحمل الكلب أرض سام وتقري الضيف كلها. لكن ما المراد بالضيف؟ مو بالضيف اللي أنت عزمه، لا، هذا عاد زيادة قريب ولا صديق ولا وليم. لا، الضيف الذي ما تعرفه، وخاصة في الماضي العرب ذا القوافل السفر يمرون وضيافتهم واجبة، ما في بقالات، ما في مطاعم، ما في كذا.
وسمي الضيف ضيفا لأن من ضيفه أضافه إلى أهله، أضافه إلى أهله، فأطعمه وسقاه وبيته عنده. نعم. فهذه كانت يعني، ولذلك الجاهليون مو مع جهالهم، لا لا، يعني كانت لهم صفات حميدة وحسنة، لكن جهلهم أنهم أنكروا البعث وعبدوا الأصنام، مثل فرعون اللي قال أنا ربكم الأعلى. وش أنت ربكم الأعلى؟ هكذا. لا. وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الحق. نعم نعم ماشي. يلا، هذه أول كلمات شجعت النبي صلى الله عليه وسلم ورفعت معناه. وهذا الذي ينبغي أن لما سواء كان مع أمرائنا ولا علمائنا ولا آبائنا ولا مدرائنا، لا ننسى المواقف الحسنة، لأن هذه تشجعهم وتعينهم. ما نصير دائما نذكر السلبيات، ما نعرف إلا سوداويين. نعم، هذا من الأخطاء الشائعة اللي تملأ القلوب وتفسد المجتمع، سواء كان سقطات العلماء أو سقطات الأمراء. غلط يا أخي، لا عالم معصوم ولا أمير معصوم، لكن لا تنسى البياض. نعم. أعان على ثبوته بالنفس والمال والتوجه التام. ما في شيء. وعانته لما قالت ولكن اذهب إلى ورقة ابن عمي ورقة بن نوفل. هذا مرأة عجيبة دي، يعني موقفها في بداية الإسلام يكفيها شرفا. نعم. وكانت تغار منها عائشة، يمكن بيجيب حديث ولا كانت تغار عائشة، كل الرسول قال خديجة خديجة، ما رد عليه، قال نفعني مالها وجاءني منها ولد. ما في شك، ما في شك. حتى كان صلى الله عليه وسلم إذا أقبلت هالة أخت خديجة قال اللهم هالة بنت خويلد، وإذا ذبح ذبيحة قال تعاهدوا صويحبات خديجة. غارت عائشة. وهذا طبيعة المرأة وطبيعة الغيرة، طبيعة يعني. ولذلك يقول ابن حجر رحمة الله عليه، مرت علينا عبارته جميلة، شوف الأحاديث كلها توصي الرجال بالنساء، قال هذا من باب تعزية الرجال. هذا الواقع. ولذلك لابد نركض ونستر ولا نتجسس ولا، هذه البيوت كلها. ابن الجوزي كانت يصير بينه وبين امرأة شيء وتحضر الدرس تحضر دروسه على كل. لا مش فلها مثل أجر من جاء بعدها. الله، لأن دعت إلى هدى. يعني شوف ابن القيم جاك من هذا الباب الجانب. هنا إذا أطلق المحقق على كلام شيخنا الشيخ محمد، المراد ابن القيم رحمة الله عليه يا أخي، سبحان الله، آية. يعني أنا شوف، يعني في مثل ذا العصر هذا أقرب شخص يعني فعلا آية في فقه الشيخ بن عثيمين رحمة الله عليه. عجيب رحمة الله عليه. نعم. ولا يقدر قدر ذلك إلا الله تعالى. ما في شك. وقيل انعقد الإجماع على أفضلية فاطمة رضي الله عنها، وبقي الخلاف بين عائشة وخديجة رضي الله عنها. أقول هذا قيل يعني قول، لكن الخلاف قال. نعم. فرع ذكر الرافعي أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. طيب نبغى مسألة الهدايا شوفوها لنا، يعني وجه فضيلة عائشة انه كان شوفوها. وقال الشيخ ذكرها، بس ما ادري عن هل ذكر الموضوع هذا اللي انا اقصد في باب الهدايا، لان قلت تقدم في باب الهبة. نعم.
ذكر الرافعي أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أفضل نساء هذه الأمة. ما في شك. والدليل يا نساء النبي لستن كأحد من النساء، يعني خصهم بوصايا هي للجميع، لكن بالعكس لفضلهن خصن أكثر. ولذلك ينبغي على طلبة العلم أن يتميزوا على عموم الناس. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول. وبعدين ذكر في النهاية قال إنما يريد الله أن ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ترى هذه ما هو بتزكية لأهل البيت يفهمها كثير منا بالخطأ، إنما هذا بيان أن هذه النواهي والأوامر من أجل تزكيتكم، فتزكيتهم لا يأتي من أفعالهم وامتثالهم أوامر الشرع. هذا الصحيح. إنما يريد الله بهذه ليذهب عنكم الرجس. والآيات كلها في نساء النبي، كلها في نساء النبي التي ختمت بهذه الآية، كلها في نساء. ثم دخل فيها عاد آل البيت الآخرين. هذا الواقع. نعم. أما إذا لم يمتثلوا، لا، إذا لم يمتثلوا الأوامر لا، بالعكس يضاعف لها العذاب ضعفين. وكذلك آل البيت إذا ما امتثلوا أوامر الله وأوامر رسوله ترى عليهم العذاب أكثر. الحين شوف الآن لو تخطي أنت في المرور قال وأنت بعد شيخ ولا لا؟ وأنت وأبوك شيخ بعد، صح ولا لا؟ طبعا. نعم. فإن استثنيت فاطمة لكونها بضعة فأخواتها شاركنها. كذلك كل واحدة منهم بضعة من الرسول. نعم. وقد أخرج الطحاوي والحاكم بسند جيد عن عائشة رضي الله عنها وعن أبويها. الطحاوي في معاني الآثار. نعم. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حق زينب ابنته لما أوذيت عند خروجها من مكة: هي أفضل بناتي أصيبت في. وقد وقع في حديث خطبة عثمان حفصة زيادة في مسند أبي يعلى: تزوج عثمان خيرا من حفصة وتزوج حفصة خير من عثمان. والجواب عن قصة زينب تقدم، ويحتمل أن يقدر من، وأن يقال كان ذلك قبل أن يحصل لفاطمة جهة التفضيل التي امتازت بها عن غيرها من أخواتها كما تقدم. نعم. رضي الله عنهن جميعا. نعم. قال ابن التين: فيه أن الزوج لا يلزمه التسوية في قال ابن التين: فيه أن الزوج لا يلزمه التسوية في النفقة. إيش معنى هذا؟ أي النفقة؟ لأن يختلف باختلاف الزوجة وما يقصر في حقها، لكن يمكنه يفضل بعضهم على بعض. حتى في الهدايا ما له علاقة بالعدل. أعظم شيء عندنا في العدل ما هو؟ القسم. القسم ليلة وليلة، هذا حق. نعم طبعا بيومها. أما ميل القلب أو الهدايا أو غير ذلك هذا عاد أمور أخرى. أهم شيء لا يظلمها في نفقتها المناسبة لها، لكن ممكن يزيد إحداهن على بعض. قد يكون النفقة يا شيخ مثلا في العلاج، في الأكل لو كان عندها عيال أكثر أو لا هذا ما له نفقة عيال. طيب إذا كان عندها مثلا مريضة أيوة شوف هذا عاد مسألة خلافية، هل من النفقة العلاج أو لا؟ فمن أهل العلم من يرى أن العلاج ليس من النفقة الواجبة، إنما هو إحسان من الزوج. والهدايا
ها؟ والهدايا لا يلزم فيها، لا يلزم فيها، لكن على كل الإحسان وظهور الأفضل يعني درءا للمفاسد. وهذا واحد. الأمر الثاني، ينبغي على المرأة أن تعي هذه الأحكام الشرعية ولا تحدث عداوة فيما لو فضل زوجها الأخرى عليها فيما لا يضرها هي بس. لأن الأسباب المشكلات، من أسباب المشكلات الجهل، مثل الوسوسة من أسبابها الجهل، مو بكل أسبابها، من أسبابها الجهل. لو عرفنا احنا حقوقنا الحقيقية، ما مثل ما يقولون الأولين، الحق ما من مزعل، الحق ما من مزعل. وغالب المشكلات بسبب أن من ليس له حق يطالب بما لا حق له فيه ويتدخل. يعني أتذكر جاءني سؤال قديم، كانت عندي محاضرة في المبرز عن الحقوق الزوجية، وجاني سؤال والله يا أخوان كدر خاطري ذيك الليلة. يقول يا شيخ أنا أمي وبنى أخواتي أنا اللي أعولهم وانفق عليهم، تقول لي زوجتي لا تنفق عليهم، سفرنا وودنا شلون لا تنفق؟ أم خواتي تدهم. إيش معناها؟ طالبت بما لا يحق لها. والقضية هذه أيضا قريبا جاني سؤال في هذا، يقولوا مسوت لي مشكلة وقالبت البيت، ليش تعطي أمك؟ إذن سببت مشكلة. هل من حقها أنه تمنعه أن ينفق على أمه؟ ما لها حق. هل هو قصر فيما يجب عليه لك؟ مثل السؤال اللي جاء، هل يجب على الأب أن يسفر زوجته وعياله؟ لا، ما يجب، مو من النفقات هذه. لا، فأقول الجهل بمثل هذه الأمور هو الذي يشعل الفتن. مثل لما الرجل أيضا يرغم زوجته إرغاما على أنها مثلا تخدم أهله أو كذا، ما لا ترغمها، لكن ينبغي عليها أن تحسن إليهم حتى ألفة الزوج ومحبة الزوج والأجر والأشياء هذه بس. لكن الله المستعان، الله المستعان. الناس في حاجة لبيان الأحكام وبيان أيضا الإحسان، كسب القلوب، وهذا يحتاج إلى صبر وإلى علم. هذا الواقع. نعم، والله يقول تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. نعم. وجدت شيئا يا شيخ؟ شيخ صلى الله عليك نعم. موجود في الحديث الشيخ. ايش يقول؟ في الحديث حديث عائشة رضي الله عنها. ايه؟ أن نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم كنا حزبين، فحزب فيه عائشة وحفصة وصفية وسودة، والحزب الآخر أم سلمة وسائر نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان المسلمون قد علموا حب رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة، فإذا كانت عند أحد هدية يريد أن يهديها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرها، حتى إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت عائشة بعث صاحب الهدية بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت عائشة، فكلم حزب أم سلمة فقلنا لها كلمي رسول الله صلى الله عليه وسلم يكلم الناس، فيقول من أراد أن يهدي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هدية فليهديه إليه حيث كان من بيوت نسائه. فكلمته أم سلمة بما قلنا، فلم يقل لها شيئا، فسألناها فقالت ما قال لي شيئا، فقلنا لها فكلميه. طيب انت الان ما جبتني شيء جديد، هذا معروف وهذا اللي ذكرنا. احنا نبغى لماذا غاروا هؤلاء النساء على الهدايا يوم عائشة؟ شو السبب؟ انها ما تأتي الا في يومها يعني. ها؟ انها تأتي في يومها دون غيرها. لماذا ليش وجه المفاضلة؟ لأن يعلمون أن النبي عليه الصلاة والسلام يحب عائشة أكثر. ده أنا أدري ليش، شو السبب يعني؟ شو السبب؟ أنا عارف القصة ذي واللي ذكرها الشيخ نفس السبب، بس لماذا؟ يعني ليش تغارون؟ ايش دخلكم؟ يا شيخ يريدون نفس الحظ يا شيخ. يعني معناها أنهم يبون ذا الهدايا لهم لأن بتاكل مع رسول الله؟ ممكن،
ها؟ ممكن يكون من هذا القبيل، الله أعلم. احنا نبغى نريد السبب لماذا غرنا، ما وجه التفضيل أن حتى أن الصحابة كانوا يؤخرون هداياهم إلى يوم عائشة. ما أدري يعني، لأن الرسول يحبها ويبي ياكل معها ومن هذا القبيل ففعلوا هذا. ممكن إدخال السرور ممكن. نعم. نبغى السبب، ولا تآمروا حزبين غيرة النساء. ترى يا إخوان أظن الغيرة زينة إذا صارت إيش؟ منضبطة. لا غيرة الرجل على امرأته ولا غيرة المرأة على زوجها. بعض الناس يزعلون ليش تغارين؟ لا، خلي تغارين تحبسك، غيرتها تحبسك من الشر. تفضل. قال ابن التين: فيه أن الزوج لا يلزمه التسوية في النفقة، بل يفضل من شاء. أي نفقة؟ ما زاد على الواجب. واضح؟ أما الواجب ما له حق يقصر، والواجب يختلف باختلاف المرأة بعد وباختلافه. يعني لما يتزوج امرأة من أسرة فقيرة ليس كما لو تزوج امرأة من أسرة غنية ومعتادة على هذه الأشياء. هذا ذكره الفقهاء في باب النفقات. ما الفقهاء رحمة الله عليهم نعم. بل يفضل من شاء بعد أن يقوم للأخرى بما يلزمه لها. واضح الكلام؟ إذا قام بما يلزم للأخرى يبي يفضل بعضهم على بعض، وقد يكون يفضل بعضهم على بعض فيما زاد، لأن يمكن الثاني ذا اللي بيفضلها صاحبة شر. ولذلك الرسول ماذا كان يفعل؟ يعطي الأقرع بن حابس 100 من الإبل، وبعض الصحابة يعطيهم على 1 ولا 2، وبعضهم لا يعطيهم شيء، لما يعرف من سمو أخلاقهم. قد يكون ترى ليس كل عطاء معناه يدل على محبة. طيب هل لنا أصل في القرآن؟ اي والله الأصول كثيرة. ويدرؤون بالحسنة السيئة. وترى يا اخوان هذه من أعظم أسباب حل المشكلات الزوجية. أحيانا تدفع وانت كاره، لكن تريد تطفي شر، وهذا ما تراها كمال ليس نقصا، تراها كمال ليس نقصا. لكن هذاك اللي من أبغض الناس عند الله من يكرم مخافة شره، سواء رجل ولا امرأة. احذر أنك تكرم من خافة شرك، تراك من أبغض الناس عند الله. الله يرحمنا برحمته. نعم. أما كونه والله يكرمها لأنها امرأة صالحة، امرأة مهذبة، امرأة عندها أولاد قائمة بعيالها وبيتها نظيف وأمورها مرتبة، لا هذا ما في شك. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فأحيانا يكون من باب الإكرام، وأحيانا يكون باب درء الشر. يعني شوف ذا الآية العظيمة: يدرؤون بالحسنة السيئة. قال: ويمكن أن لا يكون فيها دليل لاحتمال أن يكون من خصائصه. من خصائصه؟ نعم. وش الخصائص؟ يعني أنه لا يجب عليه ما يجب على غيره من العدل في النفقات وغير ذلك، مثل ما خص بزواج أكثر من 4. هذا الصحيح، محتمل، يحتمل قد يكون هذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم. لكن الأصل عدم التخصيص. نعم. كما قيل إن القسم لم يكن واجبا عليه. نعم. وإنما كان يتبرع به. متبرع، ما في شك. يدرأ الشر ويخشى أن الأمة تقلد تتبعه في مثل. نعم. ماشي. شيخ، الفائدة التي ذكرها ابن التين أن الزوج لا يلزمه التسوية في النفقة، أخذه من كون الهدايا تأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يمنع.
الناس. اي طبعا هذا بالعكس، لا قال لا تؤذوني، قال لأم سلمة ممكن ولأنها الهدايا لرسول الله كان وهي ملكه، إذا ليش تعطيها عائشة؟ عطنا احنا، فممكن من هذا القبيل. لا هذا منصوص عند الفقهاء ذكره، ولعل إذا لم تخن الذاكرة أوضح ما ذكرها السيوطي الرحيباني الحنبلي، لأن عندنا السيوطي الشافعي وعندنا السيوطي الحنبلي. السيوطي جلال الدين معروف، أبو عبد الرحمن المشهور، والسيوطي الحنبلي الرحيباني صاحب مطالب أولي النواة، كتاب من قمة الواقع في الفقه، قمة في الفقه رحمه. نعم هذا نص إذا لم تخن الذاكرة أول ما وقفت على هذه المسألة عندي. نعم. وجلال الدين اثنين. جلال الدين اثنين. لا جلال الدين المحلي وجلال الدين السيوطي، هذا صاحب تفسير الجلالين. أما جلال الدين يمكن عاد أكثر بعد، لأن هذه ألقاب كانت تقال، نور الدين وشمس الدين وغير ذلك. نعم. عندنا جار أبو عامل شمس الإسلام، فلاح شمس الإسلام. نعم على كل ألقاب كما ذلك. نعم انتهى. بارك الله.